والقراد والهذا. منو جاب الكاتيوشا؟ يعني نسينا شلون شكلت الحكومه؟ الحكومه الحاليه الاطار. احكي لي على الاجراءات القانونيه. ماكو اجراءات قانونيه. عطلوا الدوله سنه كامله. اكو فايز وتحالف ثلاثي وصل 200 مقعد استاذ احمد. وصار تهديد باسم الدين باسم المذهب وجت فتاوى. بس لو سمحت اجت فتاوى من خارج الحدود وصارت عمليات صواريخ تنزل على كردستان تهديدات واخرها ضارت بالمنطقه الخضراء. فاذا نتحدث عن الانقلاب هذا اللي يريد يحسد الدوله، هذا اللي يريد يتمرد على الدوله، هذا اللي يحتل مقرات الدوله ويطب البرلمان. يعني شنو؟ يعني ثقة الاطار يعني باجراء الانتخابات. يعني بالضبط جيد. بالضبط اردها عليك هاي نفسها. شوف قدرتهم بان يشكلوا حكومه بالكاتيوشا. نفس هاي المقدره بالكاتيوشا. فرض القوه، فرض القوه، مو جاي لك بالكاتيوشا. القانون اللي ينضرب بيت رئيس وزراء. شلون؟ مو رئيس وزراء كان هو انضرب بيته بصواريخ وكاتيوشا. انا غلطان؟ دولة مو دولة قانون. لا مو دولة. لا عفوا انا دا اتحدث عن عن دولة القانون. استاذ احمد انا دا اقول كلام السيد المالكي صحيح. هو لو ينشكل بالانتخابات لو بالانقلابات ما حصل 2021 من الانقلاب على نتائج الانتخابات ومن منع التحالف الثلاثي في تشكيل حكومة ومن صراعات أدت إلى حرب بالكاتيوشا بالخضراء. هذا ألم يكن انقلابا؟ اعتداء على بعثات واعتداء على بيت رئيس الوزراء وتهديد كردستان. هذا مو انقلاب مسلح كان؟ لا هي الاطار ودولة القانون يقول لك الانقلاب هو التحالف الثلاثي كان انقلاب عليه. صديقي التحالف الثلاثي مقتدى الصدر نفسه بدنا نسولف سالفته. قال بشكل واضح ومعلن بشحمه ولحمه، قال امام الاخوه في الاطار مسارا: اما ان يشكلون هم الحكومه ويقبلون لي ان اكون انا المعارضه رغم فايز، او انهم يروحون كمعارضه ويقبلون لي اشكل حكومه ويراقبون. ما قدر يشكل حكومه. طيب ما قدر بالكاتيوشا. لا ما قدر. 200 مقعد جمع. عوز 20 نائب. ما عوز انت تعرف واني اعرف والله يعرف والملائكه تعرف شلون انوخذت. مره اخرى اكو فتاوى، القدره، القوه، اراده دوليه، القدره، القوه، الانقلاب، ايش تريد تسميه فلذلك السلاح، الدرونز، ما اعرف ايش، قوه الدوله، قوه القانون. راح يصير انتخابات يوم 18. على عيني بس الصدريون ام ابوه خليهم تشاور. بس لو سمحت بس لا لو سمحت لا منو قال بالصدريين؟ بس لو سمحت لا حول الله. لو سمحت احنا راح نقف امام نتائج انتخابات مثلا لو سمحت اذا اجريت بسلام ومضت. بس خليه يكمل. بس اسمح على عينه وعلى راسي. بس خلينا نتذكر انه الطريق اللي ماشي فيه الاطار هو الصراع مع نفسه. بمعنى هو استخدم السلاح عمليا واقصي التيار الصدري. التيار الصدري الان يقابل الكاتيوشا ما ذيك الفتره بالمقاطعه بس الحد هاي اللحظه استاذ احمد. بس انا بدي اقول شغله حتى لا يزعل مني دكتور فتاح. كل من يقول لك التيار الصدري حبابين للاخير، لا انا اقول لك مو حباب. انا صاحب ومعرفهم صحيح. بس بنفس الوقت انا اعتقد ان مقتدى الصدر لن يذهب باي اتجاه يؤدي الى دماء، الى صدام. لا يعني دم. وال70 اللي راحوا، اما السلميه وال70 اللي راحوا بالخضراء. هسه هاي ال70 اللي راحوا بالخضراء اسال الكتلهم. ليش ما اسال اللي ورطهم وطبقهم الخضراء؟ لا تدري ليش؟ اجاوبك لان هم دخلوا بطرق سلميه وبرضا الحكومه كانت تحكم. وقالت لهم طلعوا عاودين. لا ما قالت لهم. انا اقول الان الحكومه بيد الاطار. ممكن الاطار يقدم تقرير منو اللي كتل منو اللي انكتل. لا وليش يقدم؟ فلا واضح.